طيب في حكمة كده شائعة في حياتك بتقول إن أنت علشان خاطر توصل لأي حاجة لازم تحط ليها هدف. علشان مثلا تبني جسم كويس، علشان خاطر تعمل أي حاجة أنت محتاجها في حياتك لازم تحط لها هدف، بمعنى أصح. بمعنى، تعال أما أقولك. جيمس كلير بيقول، اللي هو كاتب الكتاب اللي ورايا ده بتاع العادات الذرية، بيقول ان كان لسنوات طويلة حرفيا كان ده طريقه الوحيد علشان خاطر يحقق او يوصل لاي عادة هو محتاجها او يكتسبها. ان هو حرفيا على طول بيروح يحط هدف، لحد ما ادرك في الاخير ان لا، اوقات كان بيلاقي فعلا نتيجة وكانت النتيجة بترضيه، واوقات كتير جدا ما كانش بيلاقي اي نتيجة. فبالتالي يعني جيمس كلير فكر في موضوع ولقى ان الهدف مش العامل الرئيسي علشان خاطر توصل للي انت عايزه، او مش علشان خاطر تكتسب عادة جديدة. حرفيا لا، في حاجة تانية خالص. انا واحد من الناس كنت مفكر حرفيا ان الهدف هو العامل الرئيسي اللي هيوصلني للي انا عايزه، لكن اكتشفت ان فعلا في عامل خفي هو السبب في كل حاجة، اللي هي الانظمة. زي ما جيمس كلير بيقول، ارتباطه بالأنظمة كان العامل الرئيسي في ان هو يوصل لأي هدف هو محتاجه. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن طيب لازم تكون عارف ان الهدف معناه النتائج اللي انت بس عايز توصل لها، لكن الانظمة معناها العمليات اللي انت هتمشي عليها علشان خاطر توصل للهدف فعلا اللي انت عايزه. انا هديلك مثال عليا. مثلا انت كشخص متابع، انا بيبقى هدفي انت، يعني الهدف بتاعي دلوقتي هو المتابع. طيب دلوقتي علشان خاطر اوصل لك انت كمتابع واوصل لك المعلومة اللي انا عايزها لازم يكون في انظمة. الانظمة مثلا زي الكاميرا اللي انت بتشوفني منها، زي الميكروفون اللي انا بتكلم فيه، زي الانترنت، زي مش عارف السكريبت اللي انا بكتبه. شوية حاجات كده انا ببتدي ان انا ارتبها واركبها مع بعض علشان خاطر في الاخر اقدر اوصل ليك انت كمتابع، او اقدر اوصل للهدف بتاعي. فبكل بساطة لازم فعلا النظام بتاعك يكون كويس وانت ماشي عليه فعلا صح، مش مجرد ان انت هتحط الهدف وخلاص. لا، لازم تحط الهدف وتشوف نظامك ايه علشان خاطر تقدر توصل للهدف اللي انت عايزه. فخليني اقولك ان بدون انظمة مفيش اي هدف حرفيا انت تقدر توصل له. هديلك مثال تاني على مثلا شخص بيلعب او مدرب كرة سلة. تمام، مدرب كرة السلة ده عايز ان هو يكسب البطولة السنة دي مثلا. طيب علشان يكسب البطولة محتاج ايه؟ محتاج انظمة، محتاج فريق، محتاج تدريب، محتاج ادارة، وهكذا وهكذا. يعني محتاج شوية حاجات لازم يركبهم برضو على بعض ويفضل مستمر عليها علشان خاطر يقدر يوصل للبطولة، لا وكمان يطور من نفسه يوم عن يوم. فبالتالي لازم يكون في انظمة علشان خاطر تقدر توصل للي انت عايزه فعلا. طب السؤال هنا، لو انا سألتك مثلا، لو انت حذفت الهدف خالص وفضلت ماشي على نظام وعمال تطور من نفسك في النظام ده، هل هتوصل لهدف او هل هتلاقي نتيجة في الاخر؟ الحقيقة وبكل بساطة ايوه، هتلاقي هدف وهتوصل لنتيجة، صدقني في الاخر. زي ما قال الكاتب بيل والشن، النتيجة النهائية انت كده كده هتلاقيها في نهاية الطريق. تمام. كمان الكاتب بيقول لك، اللي هو جيمس كلير، بيقول لك لو عايز توصل فعلا لنتائج افضل انسى امر تحديد الاهداف وركز على نظامك. اهم حاجة في كل الموضوع ده النظام، ان انت تبقى ماشي على نظام كويس وبتطور نفسك فيه كل يوم عن اليوم اللي قبله، وكذلك تبقى مستمر فيه، لان بدون اي استمرار النظام بتاعك مش هيكمل حرفيا. طب هل معنى ده ان الاهداف حرفيا ملهاش اي لازمة وانا اقدر دلوقتي ان انا اشيلها من القاموس بتاعي؟ بكل بساطة لا، الأهداف ليها حرفيا أهمية كبيرة جدا جدا جدا. ليه؟ الأهداف دي مفيدة في إن أنت تحدد الوجهة بتاعتك، تعرف أنت عايز تمشي توصل لإيه. لكن لو أنت سبت نفسك كده سداح مداح زي ما بيقولوا، حرفيا أنت مش هتبقى عارف أنت عايز توصل لإيه في الآخر. فالهدف هو عبارة عن الطريقة والخريطة اللي أنت ماسكها علشان خاطر تقدر توصل للي أنت عايزه، لكن النظام هو اللي بيحقق التقدم اللي أنت محتاجه أو الهدف اللي أنت عايز توصل له. جيمس كلير بيقول لو أنت عندك صعوبة أو مشكلة في تغيير أهدافك، فاعرف إن المشكلة مش فيك، ولكن المشكلة حرفيا في النظام اللي أنت ماشي عليه، ومش في الأهداف خالص، أو مش في عاداتك اللي أنت ماشي عليها. غير النظام بتاعك وأنت فعلا هتقدر توصل للهدف اللي أنت عايزه.